تخيلي كده انك صحيت الصبح ولقيتي نفسك قادرة تعتمدي على نفسك في اي موقف. تعرفي تتخذي قرار، تعرفي تكسبي فلوس، تعرفي تتعاملي مع الناس، وتعرفي تحافظي على نفسك نفسيا وماديا. السؤال هنا، هل المدرسة او الجامعة علمتنا المهارات دي؟ للأسف اغلبنا اتعلم مواد دراسية كتير، لكن محدش علمنا ازاي نعيش الحياة نفسها. وعشان كده في الحلقة دي هنتكلم عن اهم المهارات اللي شايفة ان كل بنت محتاجة تتعلمها، سواء عندها 18 سنة او 40 سنة. اول مهارة هي مهارة ادارة المال. من اخطر الحاجات ان البنت تبقى كبيرة ولسه ما تعرفش فلوسها رايحة فين. لازم تعرفي تعملي ميزانية بسيطة، تفرقي بين الاحتياج والرغبة، تحوشي جزء من دخلك، تستثمري فلوسك بشكل آمن. مش لازم تبقي مليونيرة، لكن لازم يبقى عندك وعي مالي، لأن الفلوس مش كل حاجة في الحياة، لكن قلة الفلوس بتخلي الحياة أصعب بكتير. تاني مهارة هي مهارة التواصل. في ناس جميلة وذكية جدا، لكن مش بيعرفوا يعبروا عن نفسهم. التواصل مش معناه الكلام الكتير، التواصل معناه تعرفي توصلي الفكرة، تعرفي تقولي لأ وقت اللزوم، تعرفي تطلبي حقك بأدب، تعرفي تسمعي الناس. البنت اللي عندها مهارة التواصل فرصها في الحياة بتزيد بشكل كبير. تالت مهارة الذكاء العاطفي. مش أي حد يضايقك تزعلي، ومش أي كلمة تسمعيها تصدقيها. الذكاء العاطفي معناه تفهمي مشاعرك، تتحكمي في ردود أفعالك، تعرفي ليه غضبتي، تعرفي ليه حزنتي. لأن المشكلة مش في المشاعر، المشكلة في إن المشاعر هي اللي تسوق حياتنا. رابع مهارة، مهارة التعلم الذاتي. احنا عايشين في زمن أي معلومة موجودة على الإنترنت، فلو استنيتي حد يعلمك كل حاجة هتتأخري كتير. اتعلمي تدوري بنفسك، اتعلمي تاخدي كورسات، اتعلمي تقرأي كتب، اتعلمي تشوفي فيديوهات تعليمية. الشخص اللي بيتعلم باستمرار عمره ما بيقف مكانه. مهارة اللغة الإنجليزية. سواء حبينا أو لأ، الإنجليزي بقى مفتاح فرص كتير، وظائف، كورسات، محتوى عالمي، شغل أونلاين. كل ما مستواكي يتحسن فرصك هتكبر، ومش لازم توصلي للإتقان في يوم وليلة، المهم الاستمرار. المهارة اللي بعد كده مهارة استخدام التكنولوجيا. في بنات لسه بتخاف من أي برنامج جديد، لكن الحقيقة إن التكنولوجيا بقت جزء من الحياة. لازم تعرفي أساسيات برامج الكتابة، البحث على الإنترنت، الذكاء الاصطناعي، ودي مهمة جدا، التصميم البسيط، التعامل مع المنصات الرقمية. المهارات دي بقت شبه القراءة والكتابة زمان. مهارة اتخاذ القرار. في ناس بتضيع سنين لأنها خايفة تختار. عايزة أقولك حاجة، القرار الغلط أحيانا أحسن من عدم اتخاذ القرار نهائيا. اتعلمي تجمعي معلومات، وتدرسي الخيارات، وتتحملي نتيجة اختيارك، لأن النضج الحقيقي بيبدأ لما تبقي مسؤولة عن قراراتك. مهارة إدارة الوقت. كلنا عندنا 24 ساعة، لكن النتائج مختلفة. ليه؟ لأن في ناس بتدير وقتها، وناس بتسيب وقتها يضيع. اسألي نفسك كل يوم،
انا قضيت كام ساعة على السوشيال ميديا، وقضيت كام ساعة بتعلم حاجة تفيدني؟ الإجابة هتفسرلك حاجات كتير. مهارة حل المشكلات. الحياة كلها مشاكل، لو كل مشكلة هتكسرك هتتعبي جدا. اتعلمي تسألي ايه المشكلة، ايه اسبابها، ايه الحلول المتاحة، ايه افضل حل. لما تفكري بالطريقة دي هتحس ان اغلب المشاكل ليها حلول فعلا. مهارة بناء الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مش انك تبقي شايفة نفسك احسن من الناس. الثقة بالنفس انك تعرفي قيمتك، تعرفي مميزاتك، وتعرفي عيوبك، وما تحتاجيش تصفيق من كل الناس عشان تحسي انك كويسة. كل ما اشتغلت على نفسك اكتر ثقتك بنفسك هتكبر تلقائيا. مهارة التفاوض، سواء في شغل او بيع او شراء او حتى في مواقف الحياة. التفاوض مهارة مهمة جدا. اتعلمي ما توافقيش بسرعة، اتعلمي تسألي وتناقشي وتعرفي قيمتك. ناس كتير خسرت فرص عظيمة لأنها خافت تتفاوض. مهارة بناء العلاقات. النجاح مش معتمد على المجهود فقط، لكن كمان على العلاقات الجيدة. اعملي شبكة معارف محترمة، ساعدي الناس، كوني لطيفة، حافظي على سمعتك. احيانا فرصة واحدة بتجيلك عن طريق شخص يعرفك. مهارة العناية بالنفس. العناية بالنفس مش رفاهية، هي ضرورة. نامي كويس، كلي كويس، مارسي رياضة، اهتمي بمظهرك، وافتكري ان صحتك هي راس مالك الحقيقي. لو سألتيني ايه اهم حاجة اركز عليها هقولك ابدأي بمهارة واحدة بس. مش لازم تتعلمي كل حاجة النهاردة، اختاري مهارة من اللي اتكلمنا عنهم واشتغلي عليها شهر كامل، وبعدها اختاري اللي بعدها. بعد سنة واحدة بس هتبقي شخص مختلف تماما، لان النجاح الكبير مش بيجي من خطوة واحدة ضخمة، لا، بيجي من خطوات صغيرة بتتكرر كل يوم. وافتكري دايما اجمل استثمار ممكن تعمليه في حياتك هو الاستثمار في نفسك. اشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي باي.